بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، يجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله معنا فيديو جميل وخفيف يا رب يعجبكم في غرفة تانية من غرف مسند بتاعة الطيور. قبل ما ابدا الفيديو بحب اقول الدعاء: اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا عذاب النار، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا النهارده بصور لكم مجموعه من الرومي. الرومي يا جماعه، الرومي طبعا من الحاجات الجميله اللي انا بحب اربيها في البيت، متاخدش مني ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. بحب قوي اربي الطيور بتاعتي انواع كتير، بحب كل نوع اجيب منه كده شويه حلوين واشتغل عليهم بقى مع بعض كده. عايزه اقول لك ان الرومي تربيته يعني ما هياش سهله، بس بتاخد منك مجهود بس بتديكي نتيجه حلوه، يعني من الحاجات اللي بتبذلي فيها مجهود بس بتديكي نتيجه حلوه. بيجيني الرومي يا جماعه عمر طبعا لسه طالع من البيضه، ببدا ان انا ااكله طبعا زي البيبي الصغير. باكله ايه؟ باكله بيض مسلوق اول ما بيجيني. وبعد كده ببشر له الجزر وباكله بيض وجزر، وبعد كده بدخل مثلا بصلايه صغيره مع الاكل، وافضل احط لهم الاكل ده وهم صغيرين. لما بيكبروا معايا طبعا مكان بيكون دافي وحلو مناسب ليهم، وبيكبروا معايا زي ما انتم شايفين كده وبيدوني نتيجه كويسه. بشتغل عليهم بالبيض والجزر المبشور، وممكن بطاطس. يعني الحاجة بقى المتوفرة معاكي ان انت تبدأي تأكليهم لغاية لما بيدوكي حجم كويس شوية كده، بتبدأي بقى تدخلي معاهم العلف الناعم الأول، وبأكلهم طبعا زي ما انتم شايفين اهو. انا جايبة طبعا مش جايبة كتير، انا بجيب على قد بيتي وأسرتي بس. بيعيش معايا وحلو خالص. مشاكله مش كتيرة الحمد لله. الرومي ده لسه صغير شباب كده يا جماعة، مش بقاله برضو عندي شوية مش كتير. ان شاء الله كده بقاله بتاع شهر، يعني ده عمر شهر او شهر وشوية. بربيه واكبره كده وبيديني نتيجة حلوة قوي لما يبقى في الرومي، بس طبعا ما تكتريش في المكان لانه بياخد حجم. يعني الرومي من الحاجات اللي بتاخد معاكي حجم حلو يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. اول ما بيجيني طبعا بخلي بالي منه وبحافظ عليه. طبعا دايما تعملي له مكان عالي، يعني بحط له البوكسات الزرقاء دي يقف عليها لو في عندك ترابيزه او اي حاجه، لان الرومي بيعشق العلو، يعني بيعشق ان هو يقف في مكان مش على الارض. يعني من الطيور اللي هي عندها كبرياء شويه او كرامه شويه، معرفش بس انا بلاحظ ان هو بيحب يبقى واقف او قاعد على مكان عالي. فحاطه لهم البوكسات الزرقاء دي زي ما انتم شايفين كده، الجراكن دي قلبها وحطاه، ولما بيكبروا شويه ببدا ان انا اعلمهم اكتر من كده. هو بيحب العلو والرقي. بقعد مع طيوري كل يوم وبخلي بالي منهم زي ما انتم شايفين اهو، انا قاعده معاهم اهو. شويه الرومي دول بينفعوني طول السنه، يعني بجيبهم وبيفضلوا عندي مده حلوه يعني قوي. الرومي من الطيور المحترمة في الأكل محترمة في كل حاجة. والله بجد الرومي جميل جدا. بأكله علف برضو من نفس العلف بتاع الفراخ، يعني ما بغيرش، هو ال28 ده. وأكل البيت زي ما انتم شايفين، يعني أي أكل بيت بحطه. أي خضرة، بيعشق الخضرة قوي قوي قوي. الرومي بيحب الكرات جدا وبيحب الاكل الحلو. هو دلوقتي لسه بكره هيطلع صوت ان شاء الله، واسمعكم صوته وهتقولوا مسند ما شاء الله عليها شاطره. انا بحب الطيور يا جماعه، مش معنى ان انا مدرسه يبقى ما اربيش، لا طبعا لازم اربي اللي بيربي كتير يعني. وطبعا تقدري تشتري الرومي من اي حته، بس طبعا الحاجه اللي انت بتربيها تحت ايديكي او بايديكي بتبقى حاجه اعظم واجمل بكتير من الحاجه اللي هي جاهزه او المجمده. ليه؟ لان الحاجه الفريش الطازه دي بيبقى لها طعم حلو قوي، يعني حاجه كده. يعني اللي بيتذوق في الاكل هيقول معاكي حق يا مس هند. المجمد حاجه والفريش الطازه حاجه، الطعم بيختلف كتير. عايزه اقولك ما بياخدش حاجه والله. انا بجيب الاوضه اهي زي ما انتم شايفين، الاوضه حوالي 4 في 4 او 3 في 3، والله ما انا عارفه، او 3 في 3، لا 4 في 4، دي 4 في 4.
ببدأ اللي انا ايه احط الطير بتاعي واتابعه قوي واحافظ عليه. بفرش له الاول، بعقم الاوضه. طبعا زي ما انتم عارفين عمليه التعقيم عباره عن كلور وفورمالين وفنيك. ماده الفورمالين والفينيك والكلور بعقمها، طبعا تكون نظيفه جدا ما فيهاش حاجه. وببدأ اللهم صل على سيدنا محمد ان انا افرش ده عليها التبن زي ما انتم شايفين اهو. تبن عادي جدا اهو يا جماعه. استنى امسكه شويه اهو اوريكم. بصوا تبن عادي جدا اهو. تبن اهو مفيهوش اي حاجه. دي اوضه من الاوض بتاعتي اهو. ايديا هي يا جماعه، والله ايديا، والله ايديا. التبن اهو بجيبه بفرشه في الارض كده، وبخلي بالي قوي من الطير بتاعي. وبحط الطير بقى وبتوكل على الله. والله يعني بحب قوي ان انا ببقى وانا طالعه احتسب اي حاجه عند ربنا يبارك لي فيها ويرضى عنا ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. بحط لهم برضو هما بيكبروا بقى يعدوا ال15 يوم كده، ببدأ ان انا اشتغل عليهم بالبصل. طبعا بيحب البصل قوي، بحب البصل جدا. بيفرح لما يلاقيني بخرط له البصل. والله ساعات بطلع اخرط بالسكينه، بيكون عندي وقت اعمل لهم مجموعه حلوه بالكبه وبطلعها مع العلف واقلبهم على بعض واديهم. من الطيور الجميله، الطيور الحلوه اللي هي تحس ان انت عندك حاجه قيمه. الرومي، انا ما بربي طبعا الرومي بحس ان انا عندي حاجه قيمه، يعني مش مجرد فرخه وبطه ووزه والكلام ده، لا، حاجه افخم، حاجه كده في الرياسه. والله يعني بحب الرومي قوي. بحب ان انا يكون عندي رومي. بحس ان انا بقى بقيت من الاثرياء يا جماعه. اللي يربي رومي ده خلاص وصل العالميه. والله من الطيور الحلوه. بصوا بقى انا هجري لهم شويه معاكم اهو. انا بجري اهو كده يا جماعه عشان تتاكدوا ان انا معاكم في الفيديو. يعني انا شايف بيطير، خلي بالكم لانه بيطير. سيبوا المأكسدين مش عاوزين. ببدأ ان انا امشيهم كده بقى واحاول ان انا ايه اخرجهم. طروا في وشي. بيطيروا بسرعة. بيتعاملوا معايا طبعا معاملة صعبة أوي. بيطيروا بخاف منه عشان بيطير. أنا جبانة. عيالي يقولوا لي يا ماما أنت بتخافي؟ أقول لهم اه ما زلت بخاف. جميل أوي الرومي على فكرة، يعني من الطيور اللي هي تستحق التربية. يعني أنا ربي هنا وربي في المدرسة. أنا معترة ربي ولا إيه يا ربي؟ بس الحمد لله. الطيور ما بتاخدش مجهود والله يا جماعه. هو كل الحكايه ان انت لازم تحط لهم ميه واكل كل يوم. هي دي المشكله، بس ان انت لازم يومي تطلعي لهم مرتين، اقل حاجه مرتين. يعني انا بطلع ساعات 3 وساعات 2. ولادي بقى بيساعدوني. حد يطلع يا ولادي عشان مش قادره، رجلي وجعاني مثلا، مش قادره اطلع السلم لان هم فوق. بس هو ده موضوع الطيور بتاعي. الطيور حلوه. عفوا يا جماعه، عفروا عليا الله يسامحهم. الطيور حلوه في البيت بقى. يا سلام بقى لو عندك عزومه بقى، والرومي بقى لما يكبر يديك الحجم الجميل المناسب. يا سلام بقى لما تكوني عامله رومي كده ذكر كده، رومي حلو محترم، وتروحي حاشيه بقى بالرز اللي هو بالخلطه اللي هو بقى الجميل بقى بالمكسرات وبالخضار زي البسله والجزر والحاجات دي. ظبطي الرز بتاعك بتاع الحشوه وبصل والكلام ده وتحشيه يا اختي. ولا لما تحشيه لحمه بقى زي بتعمليها زي الشاورما كده، قطع لحمه كده مع البصل والفلفل الالوان، تبقى حلوه قوي حشوه اللحمه دي مع الرومي بقى. بنحشيها في حاجه اسمها اللبابه اللي هي في صدرك دي اللي بتتنفخ دي. هوريها لكم لما يكبروا شويه ان شاء الله، يظهروا بقى ان هم يبداوا يطلعوا صوت. اللبابه دي جميله قوي لما بطلعها كده وبحشيها كمان، تبقى حلوه قوي قوي. من الاكلات الجميله. يعني انا هفرج لكم تصنيع الحاجات دي طبعا واحده واحده معايا كده. القناه ان شاء الله باذن الله فيها كل حاجه ان شاء الله متاحه لست البيت. بس بجد عايزه اقول لكم ان الرومي ليه مكانه وحافظ مركزه على مر العصور والاجيال. يعني
بجد من التربية الجميلة اللي انا بحبها، وبعشق القعاد معاهم. بحس انه عنده كرامة قوي وكبرياء شامخ، يعني من الطيور الشامخة. سلالات بقى. يا رب يكون الفيديو كده خفيف وجميل، تكونوا مبسوطين. اهم حاجة يعني من القعدة معايا، مش مهم اي حاجة غير انكم تكونوا سعداء بالقعاد معايا كده مع الطيور بتاعتي ومبسوطين. طبعا بالطيور، لان الطيور دي برضه يا جماعة نعمة من عند ربنا. بصوا بيحب يقف قوي بقى، بيحب يقف جدا على الحاجة العالية. معرفش ايه الشموخ بتاعه ده، اهو متعلمه فين معرفش، هو كده. ولو لقيتي اعلى من كده يطلع بيطير هو، والله بيطير. مهما تقل برضه بيطير. يعني انا ربيته كتير والله، كان بيطير في الاوضه، بس لما حد يحركه او يخاف من حد. الجو حر قوي يا جماعه والله. بيطير، بيقف بقى على اي حاجه عاليه. بيحب قوي الشموخ، يعني بيعشق الشموخ. ربنا يكرم كده يا رب، ويبارك لي فيهم شويه دول، وان شاء الله باذن الله نوريكم بقى تصنيع الروم ان شاء الله قريبا، وتنبسطوا منه باذن الله. ما بياخدش منك ولا وقت ولا مجهود، وحلو بجد جميل. من التربيات الناجحة معاكي والسهلة. حاولي كده ان انت يكون عندك مكان تحطي فيه لو حتى 5 حتات، يعني مش هقولك 10 ولا 20. حطي 5 حتات حتى بالقليل يعني، وان شاء الله يدوكي كده حاجة كويسة، وتنبسطي من تربية الرومي. هتعجبك، سهلة على فكرة. بس انتي ما تجيبوش عمر يوم، عشان انتي طبعا مش مخضرمه في التربيه قوي، او انتي مثلا ايه يعني، الله اعلم. في ناس بتبقى شاطره يعني، مش كل الناس. سيبيه يكبر شويه، هاتيه كبير شويه، ما تجيبوش صغير قوي عشان ما يعذبكيش. وبعد كده هتوكلي على الله بقى وكبري فيه، بيكبر حلو قوي. على فكره انا دايما بختار الرومي ده بعنايه يعني، وانا بشتريه بختاره بعنايه. بقول له معلش هاتلي الحجم الكبير شويه. هما كلهم بيبقوا طالعين من بيضه، بس بيبقى معاكي حاجات صغيره وحاجات كبيره، يعني مش كله حجم واحد برضه. هما كلهم طالعين من بيضه، بس في بيضه كبيره وفي بيضه صغيره كده يعني. يا رب تكون عجبكم الفيديو. بحب اوصل لكم كل حاجه حلوه وجميله وجديده. عايزه اقولك اللي ما يربيش ما ياكلش، ده فعلا مثل صحيح يعني. اللي ما يربيش ما ياكلش. التربية حاجة، والأكل الطازة الفريش حاجة، والمجمد حاجة تانية خالص. على فكرة أنا اشتريت رومي كتير مجمد يعني، ما بحسش ان انا باكل رومي زي الفراخ البيضة المجمد ده والابيض. لكن الرومي البلدي ده يقطيع على طعمه، يقطيع. مش عايزة اقول لكم بقى، مش عايزة اقول لكم على اروع ما اروعك، ما اروع فعلا، ما اروع. طعمه حلو قوي قوي قوي، مفيد جدا. من اللحوم اللي هي فيها قيمة غذائية عالية، يعني من اعلى القيم الغذائية لحوم الرومي. لحم الرومي قوي جدا، مغذي جدا يعني، ما شاء الله عليه. حلو. الله يسعدكم ويوفقكم كده، ويكون الفيديو جميل، انبسطتوا معايا. والله يا جماعة انا عشان في ناس برضه هتقولي مش انتي يا مس هند، اقسم بالله انا والهيا معاكم في الفيديو اهو. وادي التبنة اهو في الارض اهي، اهي اهو التبنة اهو، ادي ايدي اهي. والله انا يا جماعة، وده السطح بتاعي. ده السطح بقى مش المنتدى، ها عشان ده السطح الاصلي. سطح الطيور. وان شاء الله يا رب يكون عجبتكم طيورنا، وعجبتكم الفكرة بتاعت الطيور وتربية الطيور. ولسه معايا حاجات تانية يعني، كل ما اطلع كده اصور لكم مكان من مكان الطيور. يا رب تعجبكم فكرة الطيور معانا، وتربية الطيور واكل الطيور. على فكرة يعني انا بصراحة بشتري العلف ده بالشكاير، يعني بيجيني كمية، يعني ممكن اجيب 3-4 شكاير مع بعض، ما اجيبش واحدة بالمرة. يعني الوسيلة اللي هتجيب لي واحدة هتجيب لي 4، هتجيب لي 5 كده يعني، وبركنهم تحت ايدي وبشتغل يعني. الحمد لله حاجة حلوة، وبحافظ على الحاجة قوي يعني، وبطلع اهتم برضو. انا مش كل حاجة بعملها بايديا، بس برضو بهتم. الاهتمام هو اهم شيء في كل حاجة. عايزة اي حاجة تبقى صح معاكي، سواء بني ادمين او طيور او اي مخلوق خلقه ربنا او زرع، الاهتمام كل حاجة.
الاهتمام حياة، الاهتمام روح. اي حاجة عايزاها تعيش معاكي حلوة قوي قوي اهتمي بيها. حتى لو البني ادمين عايزاهم معاكي كويسين اهتمي بيهم. حتى لو الطيور عايزاهم معاكي حلوين ويستمروا ويبقوا كويسين معاكي اهتمي بيهم. لو معاكي زرع اهتمي بيه. الاهتمام كل حاجة يا جماعة، الاهتمام هو اهم شيء. الاهتمام اهم شيء. اما بهتم فيهم بلاقي نتيجة ترضيني يعني. لو عايزة نتيجة ترضيكي قوي اهتمي قوي. طبعا ده خير من ربنا وفضل من ربنا علينا ان احنا ربنا مدينا الصحة نقدر نربي وشيء جميل. تربية الطيور من الحاجات الجميلة. الطيور دي بتسبح ربنا يا جماعة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولله في خلقهم شؤون. طبعا ليهم طريقة في التسبيح يعلمها الله. ربنا يكرمنا فيهم يا رب ويرضى عننا ويرضينا، اللهم امين يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من الحاجات اللي هي الحلوة اللي هي طعمها حلو. ويا سلام بقى لما تعمليه بقى في صينية بقى، تقطعيه قطع بقى بعد ما تنضفيه والكلام ده وتعمليه صينية كده بقى ايه حلوة في الفرن يا اختي، بيبقى طعمه برضه حلو قوي. لحمه قوي، لحمه مغذي. ايه تاني؟ والله ما عارفه اقول لكم ايه تاني. يعني المواضيع بتاعه الطيور دي مواضيع كتير. بالنسبه للاكل بتدرج معاه من العلف اللي هو الناعم، وبعدين المتوسط، وبعدين العلف الخشن زي اي طير. طبعا وهو صغير الناعم، العلف الناعم، ولما يكبر شويه العلف المتوسط، وبعد كده العلف الخشن اللي هو الكبير. وبدخل طبعا اكل البيت في كل الطيور عشان يديني الطعم البلدي الاصيل. الطعم البلدي الاصيل يا جماعه بيجي من اكل البيت، اللي هي الفضلات بتاعه الطبق بتاعه الولاد. الفضلات من اكل الولاد احطها مع الاكل مع العلف وهم بيبداوا ياكلوه، وبيبقى وجبات حلوه قوي بتديكي طعم بقى البلدي في اللحم نفسه بتاع الطير. اي طير، اي طير انت بتربيه. ربنا يرضى عنكم ويرضيكم، ويكون الفيديو كده جميل معاكم، وتكونوا استمتعتوا بمنظر الرومي الجميل دون. هو لسه ما عملش صوت، لما يعمل صوت هيجننا طبعا، بيعمل لي هوسة جدا في المكان، وبيبقى مشكلة في الصوت. بيبقى مشكلة في الصوت، وانتوا فاهمين يعني ايه الناس اللي بتربي مشكلة في الصوت. الرومي بالذات والرومي والبط مختي بيعملوا الدنيا يعني دوشة يعني، ويعرفوا العالم كله ان انت عندك رومي وعندك بط والدنيا والوز كمان يا اختي. والله انا يعني اقول لكم الحمد لله على كل حال. دايما كده موفقين، دايما مبسوطين. مع طيور هند طبعا السباك الجديد عليكم موضوع الطيور دون. ما كنتش عايزه والله اقول لكم الموضوع ده، بس قلت لا لازم اعرفهم ان التربيه اهم شيء، وهي التربيه عمود البيت. وزي ما انتوا عارفين المربية بتربي كل حاجة. المربية الأجيال تقدر تربي أجيال من الطيور وأجيال من الأطفال وأجيال من كل شيء. الحمد لله نربيهم أهم شيء. مبسوطة بكم كتير وسعيدة اللي أنا بوريلكم حاجتي في البيت. بحبكم في الله. عايزة بقى لايكات كتير، كومنتات كتير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.